عرفتي تعملي له غسيل مخ اوامر؟ انا برضو اللي عامله له غسيل مخ ومتحكمه في البيت كله. وبعدين يا ست ام لوجين، انت مش عارفه ان انا سمساره المنطقه هنا؟ ايه اللي اتحكم في؟ ما انت بتاخدي على قلبك قد كده من السمسره. الله اكبر. مستكتره على الراجل يعمل ثواب لله. الله. ايوه السلام عليكم. تعالي يا ام لوزي، اتفضلي يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي. تعالي اتفضلي. كنت عايزاكي في كلمتين. طيب اتفضلي اموريني. لا واحنا واقفين كده لا لا على الباب كده. تعالي اتفضلي. نورتي يا ام لوجين والله. الله اتفضلي. اعمل لك حاجه تشربيها؟ لا والله ولا اي حاجه والله ابدا، والله ما تتعبي نفسك. خير يا حبيبتي اموريني. كنت جايه لك في حاجه والله يا غيده. خير يا حبيبتي اموري. بصي الحاج محمد صاحب البيت بتاعي عقدي خلاص خلص، فاضل له شهر ويخلص، يعني الشهر ده الايجار الجديد كده. وقايل لي ان لازم افضي له الشقه. طب ما تجددي زوزو العقد. معلي عليا الايجار قوي يا غيده، فقال لي لازم افضي له الشقه من هنا لاخر الشهر. طب ما تجددي العقد يا ام لوجين. لا ما الايجار رفعه قوي يا غاده، ما اقدرش عليه. بيقول عايز يغليه 15% وده غالي عليا قوي. طب ما تكلميه وهو عارف ظروفك وان انت قاعده بعيالك وكده. ما حدش بيبص لحد يا غاده ولا بيقول لك ماليش فيه، انا اهم حاجه مصلحتي. طب وعايزه تعملي ايه يا ام لوجين؟ كنت عايزه اشوف لو في شقه في بيتكم هتفضى قريب من هنا لاخر الشهر تدوها. طب اكلم لك رشا اخت خليل، ما انت عارفه هي اللي ماسكه لنا البيت كله فوق ال7 ادوار. انا عارفه هي ماسكه للشارع كله والله يا غاده. هي ماسكه لنا هنا الشقق بتاعت اخوها بتاعت خليل والشقق بتاعتها هي اللي بتأجرهم. ما انا عارفه، بس انت عارفه رشا. عارفه جوزها فاتح مكتب على اول الشارع السمسره دوت، ما اقولكيش. ما هي شغاله معايا، ما انا بقول لك يعني هي ماسكه للشارع كله. ايه اجدعها شقه. بس يا غاده فلوسهم كتير برضه. ما انت قولي لها بقى انا عايزه شقه على حسب السعر اللي انت عايزاه. لا هي سمسرتها كتير غير فلوس الشقه. هي رشا بتاخد سمسره. فانا قلت اجيلك يبقى مني لصاحب المكان حاجه تبقى تبع خليل بعيد عنها، عشان حتى اشيل من عليا تمن السمسره. انت عارفه خليل بره في السفر وموكل اخته في كل حاجه. معلش يا غدا بس انا والله هكلمهولك. ان شاء الله. بصي الشقه اللي في الارض دي اللي فوق اي حاجه. بصي طب سيبيني كده اكلمهولك. انت كده مش عايزه حاجه كبيره يا دوبك على قدك انت. ان شاء الله اوضه وصاله مش هتفرق. ما انا بقول لك اللي في الارض دي اللي فوق على السطح اي حاجه مش هتفرق يعني. طب خلاص سيبيني بس تديني كده النهارده وبكره كده اكلم خليل في التليفون وافهمه كده الوضع وان شاء الله خير والله ما تقلقي. خلاص هعتمد عليكي. لا والله ما تقلقي ان شاء الله. اعتمدي على الله. اعتمدي على الله ان شاء الله. قولي لي في ما فيش برضه بلغيني عشان ابقى عامله حسابي. لا والله خلاص. انا والله كنت هقول لك يعني هي ما شاء الله دي بتجيب ايه. لا يا غدا سعرها عالي قوي عليا. ما هي بتصدقي ان هي بتاخد الشقق دي يعني خليل عطهم لها كده، هي بس بتدينا ثمن الايجار. يا سلام. هي قايله له انا مسؤوله عن شققك. طب والسمسره اللي بتطلعها دي كلها؟ لا دي ليها اخوها يعني بيساعدها وكده. ساعدها ايه يا غيده؟ يلا انا ماليش دعوه. يلا الحمد لله عليكي بربنا. سيبيني بس اعتمدي على الله كده وهكلم خليل واللي فيه الخير يقدمه ربنا. خلاص هعتمد عليكي، لو في اي حاجه كلميني على طول. منهم لله الناس ما بيرحموش حد بدل النقل والعزال. على رايك يعني انت اولى بفلوس العزال بتاعت السمسره دي هتطلعي بيها وتنزلي بيها العفش. على الاقل اطلع وانزل بيها العفش. معلش شوفي كده وبلغيني. هكلم لك خليل والله واشوفه واستاذنه كده واشوف ايه اللي هيحصل. خلاص ماشي هستنى ردك. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا ييسر لك امورك يا رب. خليكي انا هقفل. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ادي الايجار الجديد. حول الله يا رب. طب يا رشا هتسكت؟ اكلم خليل. فين تليفوني؟ اكلم خليل. طيب الو. ايه يا خليل عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ ايوه خليل. عايزه اقول لك على حاجه معلش. عارف ست ام لوجين اللي هي ساكنه في اخر الشارع عند الحاج محمد، في بيت الحاج محمد اللي في وش دكان اختك رشا؟ انت عارف الست دي غلبانه وعندها بنتين بتربيهم وجوزها سايبها، ساكنه ايجار عند الحاج محمد. عقدها خلص وعايز يمشيها. اقول لك الست جت لي هنا البيت وقصدتني ان احنا نشوف لها شقه في البيت عندنا.
بتقول لي حتى لو الشقه اللي في الارض. فانا بحسن نيه بقول لها اكلم لك رشا، فهي يا عيني عايزه يعني تشيل من على قلبها حمل السمسره بتاعت اختك. اه فانا كلمتها بقى، قلت لها هكلم لك خليل، قالت لي انا عايزه حاجه من شقق خليل، ما هي عارفه ان انت واختك شركاء في البيت. اه فشوف يا خليل لو من الشقق بتاعتك كده كلم اختك، انت عارف يا اختك ما بتحكيليش على حاجه في الموضوع ده اكتر من ان هي بتديني الفلوس كل شهر بتوع ايجار السكان، ما بتقوليش على حاجه. بس انا عارفه ان احنا عندنا شقتين فوق فاضيين والشقه اللي في الارض دي فاضيه، شوف اصغر واحده واقل ايجار ان شاء الله، حتى اللي في الدور الارضي هي قالت لي مش فارق معاها حاجه، لا الراجل عايز يمشيها من البيت. عشان عايز يعلي عليها الايجار. معلش يا خليل ثواب. ما انا قلت لها اصلا اول ما جات لي قلت لها اكلم لك رشا على طول، بس هي بتقول لك عايزه يعني تشيل من على قلبها حمل السمسره بتاعت اختك. اه ماشي، كلم اختك كده خليل برضو يعني ثواب لله. ماشي، انت مش هتديها من شققها من حاجتك انت، كل واحد حر في ماله يعني خليل. ماشي كتر خيرك. ماشي اللي فيها لله ما بتضيعش. ماشي مع السلامة. مبرمجاه يا اختي مبرمجاه، ربنا يهديه. طيب ماشي يا خليل ربنا يكرمك يا حبيبي، هكلمها تيجي تشوف الشقة دي هتفرح قوي، لسه مكلماني امبارح. ربنا يكرمك يا رب. ماشي يا حبيبي مع السلامة. كويس والله خليل قدر يقنع اخته، ولا يكونش ما قالهاش ولا ايه. سلامات بقى. السلام عليكم. ازيك يا منى جاي، عامله ايه يا حبيبتي؟ بقول لك انا كلمت خليل وقال لي ماشي يديكي الشقه اللي في الارض. هي جميله او حتى توفري على نفسك الطلوع والنزول بتاع العفش. ماشي ماشي يا حبيبتي، تعالي يلا شوفي الشقه. ماشي مع السلامه. ايوه تعالي يا ام لوزين حبيبتي، ما تاخرتيش. جدع. لا ما انا جيت على طول. جدع. دلوقتي رشا جايه هتجيب لي المفتاح، خليل قال لي انا كلمتها واجيب لك المفتاح. بس كمان عايزه اقول لك على حاجه، انا كلمت خليل انه يطول لك في مده العقد. بجد الله يبارك لك يعملها يا لك رب. على 3 سنين، مش عارفه كلهم بيكتبوا، بيقول لي انه بيكتبوا سنه واحده. والله عشان كل سنه يغلوا الايجار. انا قلت له يكتب لك 3 سنين على بعض بدون تغليه ايجار. الله يخليكي يا رب يا غاده، تسلمي لي يا يا رب. احنا كلنا اخوات. تعالي حبيبتي. اهي جت رشا اهي. اهلا وسهلا. ايه يا رشا حبيبتي جبت لنا المفتاح؟ مفتاح انت عمالي فيها دلوقتي سمساره يا غدا؟ هو ايه اللي عامل لك فيها سمساره يا رشا؟ ما انت تحكي من على امتى كلامك. بتجيبي ناس يسكنوا في الشقه؟ ايه يا رشا مالك في ايه؟ ايوه من امتى بتجيبي ناس في الشقه يا غاده؟ هو ايه اللي من امتى بتجيبي ناس قصدتني جاره وقصدتني في حاجه وكلمت جوزي، ولا بقى بتطلعي نفسك سمساره؟ ايه دلوقتي بقيتي تاخدي سمساره دلوقتي يعني ولا سمساره ايه؟ ايه؟ ما تحاسبي على كلامك. وبعدين يا ست ام لوجين انت مش عارفه ان انا سمساره المنطقه هنا؟ سمسرة المنطقه. هو ايه اللي سمساره أيوة. قصدت غاده، بس هي قصدتني انا عشان عارفه ان هي شواقه. ومن امتى الكلام دوت بقى ان شاء الله؟ حر، كل واحد حر في وايه ماله. اللي يخلي خليل يكتب لها العقد ب3 سنين كل واحد حر في ماله. وتضيعوا عليها سمساره الشقه؟ ما هرجع واقول لك تاني كل واحد حر في ماله. هي دي مش شققنا، احنا جينا جنب شققك. عرفتي تعملي له غسيل مخ اوامر؟ انا برضو اللي عامله له غسيل مخ أمال ومتحكمه مين؟ في البيت كله، الشقه بتاعته وبتاعتك. انا طول عمري متفقه مع خليل اللي انا بس اللي اتحكم في موضوع الشقه ده. ايه اللي اتحكم في؟ ما انت بتاخدي على قلبك قد كده من السمسره. الله اكبر. مستكتره على الراجل يعمل ثواب لله. الله اكبر. كل اعوذ برب عملت الفلق. لكم مشكله؟ لا يا منى جاي ما عملتلناش مشكله ولا حاجه. بصي يا حبيبتي، انت شركه انت واخوكي في البيت، واحنا لينا شقه وانت ليكي شقه، وانا ما جيتش خدت شقه من شقتك سكنتها. انا طول عمري متفقه مع خليل، ايه اللي غير الموضوع؟ اهو متفقه معاه، اخوكي بيساعدك، سايبك عشان تسترزقي تاكلي عيش، بس خلاص الراجل عايز يعمل ثواب لله عشان خاطر عياله. اقول فيكوا ايه بس؟ هاتي المفتاح يا رشا. اتفضلي يا حبيبتي المفتاح اهو. وانتي اخر مره، بعد كده الشغل معايا انا بس، فاهمه ولا لا؟ ان شاء الله ربنا يتوب بتحكمي في علينا. شقك يا رشا، ما تحكميش في شقق غيرك، لحسن والله العظيم اكلم خليل واخليك اجيب سمسار تاني يبقى مسؤول عن شققنا. والله انا اللي هكلم خليل في الموضوع ده واشوف ايه اخرتها. شوفي بقى ايه اخرتها. يا ستار عليكي وليا. تعالي تعالي يا ام لجينه، هنزل افرجك الشقه.